كل سنة في آلاف الناس بيبدأوا مشاريع جديدة، لكن الإحصائيات بتقول إن أكتر من 70% من المشاريع بتقفل خلال أول 3 سنين. يا ترى السبب فين؟ هل السوق صعب؟ المنافسة قوية؟ العملاء قلوا؟ كل دي ممكن تكون عوامل، لكن السبب الأساسي بيكون في الغالب عقلية المؤسس. أغلب الناس بتدخل البيزنس بعقلية صاحب المشروع مش البيزنس مان. صاحب المشروع بيفكر بمنطق انا عايز اكسب النهارده، كل حاجه لازم اعملها بنفسي، مفيش حد هيعمل الشغل زيي، العميل بيكلمني انا ارد، الفلوس تدخل اصرف منها، كل شيء بيتم باجتهاده. هو البيزنس من الاخر، لو تعب الشغل يقف، ولو اختفى الدخل ينتهي. وطبعا ده بياخدك من سجن الوظيفه لسجن البيزنس، اللي هو عكس مفهوم البيزنس تماما. عشان كده لازم تفكر كبيزنس مان مش كصاحب مشروع. وعشان اكد لك الفرق ده خليني اقول لك قصه ماكدونالدز اللي مش ناس كتير تعرفها. ماكدونالدز بدأت كمطعم بسيط بيقدم برجر بسرعة وجودة عالية. المؤسسين ماكدونالدز كانوا عباقرة في تنظيم المطبخ والتشغيل، بس ما كانش عندهم عقلية البيزنس مان، والبيزنس ما كانش رايح أي حتة لحد ما جه شخص اسمه راي كروك. راجل عنده 52 سنة، ولا عنده وصفة ولا يفهم في الأكل، بس عنده عقلية البيزنس مان. شاف إن اللي عندهم ده مش مجرد مطعم، ده سيستم، وقال لنفسه لو قدرت أكرر السيستم ده في كل ولاية هنكون أعظم براند في العالم. وفعلا بنى منظومة فيها فرنشايز، فيها معايير جودة، فيها تدريب، وفيها ماكينه بتشتغل حتى لو هو مش موجود. وطبعا انت شايف ماكدونالدز فين دلوقتي. تعال بقى اقول لك 6 خطوات هتخليك تفكر كبزنس مان او كرائد اعمال، شخص زي ما بنقول كده ايده تتلف في حرير يمسك اي بزنس يحوله. اول خطوه لازم تبني نظام. معظم اصحاب البيزنس بيتعاملوا على انهم ابطال خارقين، بيحس انهم لازم يكونوا موجودين في كل تفصيله، والنتيجه بيشتغلوا 16 ساعه يوميا وبرضه البيزنس مش بيكبر لان كل حاجه متوقفه عليهم. والحل هنا انك تبني نظام واضح وثابت ومتكرر يقدر اي حد ينفذه. وهنا بتبتدي بالدوكيومنتيشن، بتكتب كل الخطوات اللي بتمر بيها من اول الانتاج لحد ما المنتج يوصل للعميل، وبتحطه في ملف اسمه ستاندرد اوبريشن بروسيجر، مكتوب بلغه بسيطه بيقول كل خطوه او كل عمليه بتتم ازاي، وبتبني فيها تشيك ليست اي حد ممكن يمشي عليها وينجز الشغل زي ما بيقول الكتاب حرفيا. بكده اي حد هتعينه هتديله الملف ده وهيبقى جاهز انه ينفذ الشغل، ومفيش شغل هيقف عندك على حد لانك موثق كل الخطوات والعمليات. بعد كده بتبتدي تبص في الخطوات دي وتدور على الخطوات اللي تقدر تتم بشكل اوتوماتيك. مثلا لو واحده من الخطوات بتاعتك العميل بيحط اوردر اونلاين وبعدين بتبعت له ايميل تقول له ان الاوردر وصل وبنجهزه وهيوصل لك في الميعاد كذا، تقدر تستخدم ادوات الايميل ماركتنج عشان تخلي كل ده يحصل بشكل تلقائي، وفريقك دوره يكون انه بس يجهز الاوردر ويبعته. طبعا انت هنا بتوفر على نفسك وقت وتكلفه لانك مش محتاج تعين موظفين يكتبوا الايميل ويبعتوه. فلازم تحاول تلاقي الخطوات اللي ممكن تشيل ايدك منها وتتم من غير اي تدخل. بعد ما بتحط الاساس والسيستم بتاعك بتدخل على خطوه السكيل. طبعا انت مش بتفتح بيزنس عشان يخدم زبونين، ما يستاهلش منك التعب. انت عامل بيزنس عشان يكبر يتوسع ويوصل لناس اكتر. عشان كده لازم تحط ده في بالك وانت بتبني البيزنس بتاعك. هتسمي البيزنس ايه؟ لازم تفكر في اسم يبقى سهل على كل الناس. من كام يوم كنت بتكلم مع عميل عندي عايز يبيع البيزنس بتاعه، بس ما كانش عارف يبيعه لانه مسميه على اسمه. محدش هيشتري بيزنس باسم حد تاني الا لو الاسم ده عمل ضجه عالميه. فلازم تختار اسم يديك فرصه التوسع. لازم تبني لوجو للبيزنس قوي، دي الصوره بتاعت البيزنس بتاعك في نظر الناس، دي الحاجه اللي هيفتكروك بيها. لازم تبني قاعده عملاء وتفضل على تواصل معاهم ولو حتى برسائل بسيطه. لازم تسمع راي العملاء بتوعك وتاخد رايهم على محمل الجد، تشوف ايه اللي محتاج تطوره عشان تخدمهم بطريقه افضل. لازم تدور على طرق تخليهم يرجعوا لك تاني، اشتراك سنوي مثلا مقابل خصم زي امازون برايم، او صيانه دوريه بسعر رمزي. كل الحاجات دي هي اللي بتخلي البيزنس يكبر. بعد كده بتدخل على الخطوه الثالثه وهي انك تبني فريق بصلاحيات تنفيذيه. زي ما قلنا ما ينفعش تعمل كل حاجه بنفسك، مش هتقدر ومش هتكمل. وبما انك عملت ملف اجراءات التشغيل اللي قلنا عليه دلوقتي لازم تعين فريق ينفذه. ما افتكرش انك شفت بيزنس مان بيعمل الشغل بنفسه الا لو بمزاجه طبعا، لكن اي بيزنس مان ناجح عارف ان نجاح البيزنس ونجاحه هو شخصيا بيكمن في التفويض. بيعين ناس تقوم بالشغل بداله فيبقى عنده وقت يعمل هو حاجات تكبر البيزنس. وطبعا لما تيجي توظف لازم توظف حسب احتياجات المرحله اللي انت فيها. لازم تركز على السلوك قبل المهاره، لازم تدور على ناس عندهم اكتر من مهاره، ولازم تعين ناس يبقى في كيمياء بينك وبينهم. رابع خطوه هي بناء شبكه علاقات مؤثره. انت متوسط اقرب 5 اشخاص بتقضي وقت معاهم، لو حواليك ناس عندهم عقليه البيزنس مان هتبقى زيهم. مفيش بيزنس مان او رائد اعمال ناجح ما بيختارش دايرته بحرص. لازم تدور على ناس تلهمك، ناس تدفعك لقدام ما تجركش لورا.
لازم تحضر نتوركينج ايفنتس، دور على نتوركينج فيها موردين، نتورك فيها معلمين ناس تتعلم منها، نتورك فيها عملاء محتملين وفرص للبيزنس، دور على منتور ناس قدرت توصل للي عايز توصل له ان شاء الله حتى لو هتدفع لهم فلوس. ده استثمار لنفسك، هتاخد خبره سنين بمبلغ بسيط. كمان حط لنفسك تمبريت لما تيجي تتكلم مع اي حد، هتعرف نفسك ازاي، ايه القيمه اللي بتقدمها في سطر، ايه هدفك من التعرف، ايه طبيعه العلاقه اللي انت عايز تبنيها. خامس خطوه، افهم الاداره الماليه. البيزنس مان او رائد الاعمال بيحسب كل حاجه بالارقام. ايه هي تكلفه اكتساب عميل، ايه هي تكلفه الحفاظ على العميل والمكسب اللي هتجيبه من وراء الاحتفاظ بالعميل ده اللي هي الكاستمر لايف تايم فاليو، ايه هو الكوست بتاع الموظفين وايه هو العائد بتاعهم، ايه هي تكلفه البضاعه وازاي تقلل التكلفه دي عشان تزود المكسب من غير ما تغلي سعرك، ايه هو التشيرن ريت او قد ايه ناس بيسيبوك وبيسيبوك ليه، ايه هي الكاش كونفرجن سايكل او الفتره اللي بتتحول فيها تكلفه المنتج لكاش. واخيرا لازم تفهم اساسيات التسويق والبراندنج. مش محتاج تتخصص فيها بس تفهم بشكل عام وظيفه القنوات المختلفه للتسويق. لازم تعرف يعني ايه براندنج وايه اللي بيبني براند ناجح، وانا عامل فيديو عن البراندنج لو حابب تعرف اكتر سايب لك الرابط في الوصف. لازم كمان تعرف الفور بيز للتسويق، البرودكت، البرايس او التسعير، البليس او التوزيع، والبروموشن او الدعايه. لازم تفهم قنوات الديجيتال ماركتنج او التسويق الرقمي ودور كل قناه في نجاح البيزنس. الكلام ده هيساعدك في تحديد ميزانيتك وتوظيفها بشكل ناجح، وكمان هيساعدك في تعيين المهارات الصح. كل الخطوات دي مهمة جدا، وطبعا مفيش مانع انك تبدأ بعقلية صاحب مشروع، لكن لازم يكون هدفك الاول والاخير ان البيزنس يشتغل بيك او من غيرك. اكتب لي في التعليقات لو في جزء معين عايز نتكلم عنه بالتفصيل، ويا ريت تعمل لايك للفيديو لو استفدت لان ده هيساعد القناة تكبر، وتابعني عشان ما يفوتكش اي فيديو، والسلام عليكم.